لما يكون عندك ضيوف ومحتارة تقدمي لهم ايه، قدمي لهم صينية زي دي. وما تتردديش ابدا انك تطلبيها من مطبخ سوسو عطية، حاجة هتشرفك جدا جدا. مكوناتها مليانة وتكفي من 10 ل 12 فرد واكتر كمان، وعلى فكرة هتشبعهم، يعني هتشبعهم. مكونات الصينية: كيلو ونص رز بسمتي معمول بالزبدة والقرفة، كمان كيلو ونص لحمة مفرومة معمول كفتة مشوية لحمة بلدي، وعندنا فرختين مشويين كبار الحجم، يعني يكفوا أكتر من 10 أفراد ما شاء الله. وعندنا 12 قطعة من السمبوسك ومحشية لحمة مفرومة مع مشكل الجبن، وطبعا متجرنشة بالخضار، وفي ناس كمان بتطلب عليها تتجرنش بالمكسرات والزبيب. في عندنا البطاطس المحمرة، وعندنا سلطة الزبادي بالخيار، وكمان السلطة الأساسية اللي هي سلطة الطحينة. ألف هنا وشفا، دي فعلا صينية هتشرفك مع ضيوفك وهتشرفك على سفرتك، وهياكلوا ان شاء الله لما يشبعوا. على فكرة ممكن نبدل اي صنف انت عايزاه، يعني ممكن نحط بدل الفراخ بطة او بطتين، ممكن نقلل تبقى فرخة واحدة، ممكن نص الكمية دي كلها تنفع من 5 ل6 أفراد. مطبخ سوسو عطية فيه كل الحاجات. وبدل الكفتة وعايزة حمام نعمل حمام، او ممكن حمام وكفتة زي ما انت عايزة. ألف هنا وشفا. وعندنا على فكرة بنغطي كل المناسبات، صينية العرايس هتلاقيها موجودة في مطبخ سوسو عطية، صينية العزومات هتلاقيها بكل أشكالها، مش شرط الشكل ده بس، احنا عندنا كل الأشكال موجودة في مطبخ سوسو عطية. وكمان عندنا أعياد الميلاد والأفراح والخطوبات وكل حاجة. أهلا وسهلا بيكم.